MSN News. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في MSN نيوز. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد الفيديو صرخة صحراويات بمخيمات تندوف. مهم كيطالبوا العالم والمغرب باش ينقذوا من مخيمات تندوف. كيطالبوا من هاد العيالات انجاب بزاف، ما موفرينش ليهم حتى الظروف الصحية للعيش والماكلة والى اخره. مهم السيدات محتجزات قسرا لو بغينا نقول. وهاد السياسة اللي تيهضروا عليها هاد النساء هادو ماشي وليدة اليوم، فهي قائمة من اختارت البوليزاريو، اختارت أرض الجزائر باش تكون الأرض ديالهم في عوض الساقية الحمراء. وهاد النساء هادو محتجزون وكيطالبوا المغرب باش ينقذهم من الويلات اللي كيعيشوها في مخيمات تندوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للعالم عن المرأة الصحراوية في مخيمات تندوف اللي في الجزائر، عنها عايشة في عصر من الويل، والسبب في ذي السياسة البوليزاريو اللي داعية لكثرة الولد والقيام، ومانعين العلايات عنهم يعملوا مسائل ضد الحمل وماسينها لا للولدة. وهذه السياسة ما هي من اليوم، عاد لها ملي منين اختارت البوليزاريو أرض الجزائر بعيد عن أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب باش يعيشوا فيها الصحراويين. يقين قيادة البوليزاريو اللي تفرق كثرة الولدة ما تعطي المواد الغذائية كافية للتركة، ومال الرعاية الصحية ضعيفة قباله، من اللي يجعل العلايات يتكرفسوا في هذه الحمادة الشينة ولا تقد تلبي حاجات أولادها. بيها اللي الشغلة ما هي خالقة والرجل كامل محبوس في يدين البوليساريو، وهي اللي تقول منه اللي نعطاله المواد ومنه اللي سنقطع عنه، اللي عاطينها المنظمات الدولية معاونين فيها. وهذه السياسة حبست فيها البوليساريو والناس في المخيم، اللي يشيل من يعود عنده سن القراية ينقبض من أهله ويرسل القراية بعيد عن أهله، اللي يجعل الناس ما تسكت تمشي عن المخيم لأن ما خالقة في الدنيا تسكت تهرب من هذه الحبس وتخلي تركتها للذئاب. ونحن اليوم نطلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية أمتن دولة في العالم أنها تنقذنا من هذا الحبس وهذا التمرميد، وعنها تضغط على البوليساريو باش نقدوا نعودوا عندنا بطاقات اللاجئين كيف اللاجئين كاملين اللي في العالم، باش نختاروا نحن البلد اللي هي نلجاولوا باش نقدوا نشتغلوا ونعودوا عائلات منظمات ولا هو شي مفروض كيف شغلة الحيوانات. وهذا والسلام. شكرا لك حيت وصلتي حتى لهنايا. ما تنساش جيم، ابوني، سبسكرايب. وواحد الميساج خاص، خاوة حنا ماشي ضد الجزائريين، ماشي ضد الشعب الجزائري، حنايا خوت خاوة مرحبا بهم عندنا ومرحبا بنا عندهم. حنا غير كنناقشوا الامور اللي كتجبد صداع وكنحطوا الناس في الصوره، وكيبقى لكل واحد الحكم ليه هو، فهمتيني، من خلال لي زاناليز ديالو يحكم هو شكون اللي عنده الحق وشكون اللي ما عندوش الحق. هادشي اللي كاين. ابار هادشي كاملين حنا راه خوت في الاسلام وخاوة و نحاولوا نحيدوا هاد الحقد اللي ما بين الشعوب. حنا غير كنناقشوا الحوايج والمعاناة ديال هاد المشاكل الخاويه ديال هاد السياسات اللي زيرو كما تنقولوا، فهمتيني. غادي نخلقوا واحد العدو وهمي ونجبدوا المشاكل ما بين الشعوب، في الاخر شكون اللي كياكل العصا كياكلوها مساكن غير الناس الدراوش. هذا ما كان. وتحية خاصة وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.